سواء كنت مستورد أو سواء كنت مصنع، فالPT ده ليك. يا إما أنت راجل بتستورد منتج معين وعارف تستورده بسعر رخيص، يا إما أنت عارف تصنع منتج معين أيًا كان فئته أيًا كان مجاله. طالما المنتج ده ينفع يتباع أونلاين، طالما أنت قادر توفره بسعر قليل، الكورس دوّة اسمه الموسم التاني من السبوبة سوا في التجارة الإلكترونية. والكورس ده متقسم شابترز، كل شابتر بيشرحه واحد مميز هو في مجاله، بيشرح لك تجربته في الحتة دي. أول شابتر is prepared by Amazon، أو إزاي تبيع تعرض منتجك على أمازون. الشابتر التاني بيتكلم على جوميا إكسبريس، وإزاي تعرض منتجك على جوميا وتحقق مبيعات رهيبة وأنت حاطين نايم في البيت. والحاجة التالتة وهي نون. الفكرة كلها في إيه؟ إن أنت سواء على نون أو سواء على جوميا أو سواء على أمازون، الحاجة الوحيدة اللي أنت تصبر فعلًا تتميز فيها هي فكرة السعر. إن أنت تعرض أقل سعر ممكن وفي نفس الوقت تبقى بتحقق أكبر ربح ممكن. في الحالة دي بس أرباحك على أي موقع من ال3 مواقع دول هتبقى مؤكدة. تخيل أنت بتبيع نفس المنتج في نفس الوقت على أمازون ونون وجوميا، اللي هم أكبر 3 مواقع بيبيعوا أونلاين في مصر، بأوردرات بتيجي لك من غير ما تصرف جنيه ماركتينج. الأوردرات بتيجي لك لوحدها، بتتشحن لوحدها، بتتوصل لوحدها، بيستلموا الفلوس لوحدها، بتتحول لك على البنك لوحدها. فدلوقتي دي فرصتك ان انت تشترك السبوبه سوا الموسم التاني، تلحق السعر قبل زيادته، وان شاء الله يبقى باب رزق كبير قوي فتح. متوفين ليك يا رب. لسه